هو ازاي حريق في سنترال رمسيس يأثر على الشبكات في مصر كلها؟ وايه علاقة سنترال رمسيس بباقي الشبكات اذا كان هو اصلا تبع شركة وي؟ وايه اللي حصل امبارح واثر على ايه؟ حريق سنترال رمسيس ده فكرني بقصة كده سمعتها من زمان شوية، والصراحة دورت عليها ما لقيتهاش، فاقول لك اللي فاكره منها وبعدين اهمية سنترال رمسيس في مصر والحريق ده اثر عليه ايه وكان ممكن يعمل ايه لو لا قدر الله اتحرق بشكل كامل. اولا سنترال رمسيس ده من اهم نقاط الاتصالات في مصر، ويعتبر هو عصب الاتصالات والانترنت في مصر، ويمكن كلنا اتاكدنا من كده بعد الحريق اللي اثر على الشبكات في نطاق كبير جدا في مصر. زمان ايام مبارك في شركه امريكيه عرضت على وزير الاتصالات وقتها انهم يطوروا شبكات الاتصالات في مصر ويربطوها كلها بسنترال رمسيس، والوزير وافق وبالفعل المشروع بدا وربطوا مناطق كبير جدا في عده محافظات بسنترال رمسيس. ولما المشروع ده وصل للرئيس وقتها الرئيس رفض رفض قاطع ان المشروع ده يكمل، وقال كفايه اللي عملوه، وقفوا المشروع واحنا هنكمله بمعرفتنا. ولما سالوه ليه وقفت المشروع ده قال لهم امريكا